الفانيلا البيضة دي يعني أغنية حلوة جدا 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 طبعا. يعني معلش النهارده يعني أنا آسف جدا طبعا. الواحد فرحان للنادي طبعا، وما يقدرش يعني النادي اللي الواحد اتربى فيه طول عمره، والواحد ان هو يعني 15 سنة في نادي الزمالك، الواحد لما بيسمع الحاجات دي بيتأثر جدا. 9 يناير ذكرى رحيل كابتن حمادة إمام، الأسطورة رقم 1 في تاريخ الكرة المصرية، والأحد أهم أساطير نادي الزمالك تحديدا. اللاعب اللي حول لعبة كرة القدم للعبة شعبية في الستينات، لأن كان لسه اختراع التلفزيون ما انتشرش، وكانت الناس دايما عمالة تسمع عن جيل الستينات في الزمالك وحمادة إمام. حمادة إمام، مواويل محمد طه، تصريحات كل الفنانين، شكري سرحان، اسماعيل ياسين، رشدي أباظة، صلاح ذو الفقار، فريد الأطرش. الناس كلها كانت بتطلع في الراديو تقول أو تتكلم على الولد الشقي حمادة إمام. النهاردة ذكرى رحيله، فات 5 سنين. رحمة الله على كابتن حمادة إمام، أسطورة الكرة المصرية رقم 1، وصاحب أول هتاف للاعب في مدرجات. بص شوف حمادة بيعمل إيه النهاردة، تعالى بص شوف الزمالك بيعمل إيه. حمادة إمام خدها من عمر النور. عمر النور مشي من بلوكت، وقبل ما تروح عاوز لعبها، وظهر حمادة إمام للجول بتاع السامبل، ضحك عليه وخدها من فوقيه عشان يحط الجول الأولاني بفن عظيم قوي. حمادة إمام الأداء، النتيجة، الإيقاع، الريتم، الشخصية، استمرار واستمرارية تقديم أفضل مناهج فصول مدرسة الفن والهندسة، هو ده اللي عامل حالة ساتسفاي للجمهور، حالة رضا وحالة إشباع. النهاردة في ناس منتشية جدا بالأداء وبالنتيجة، وواضح إن في إيجابيات كتير لازم نتكلم عنها، ولكن أنا بشوف إن أهم الإيجابيات اللي لازم نتكلم عنها النهاردة هي فلسفة القيادة. القيادة اللي واضحة جدا النهاردة في شخصية الزمالك، إن في حاجة صح جوه النادي، لأن في قيادة إدارية وفنية خارج الخطوط، وقيادة داخل الملعب. لو بحثت عن كل الحكم أو كل العبارات اللي بتشرح معنى كلمة قيادة، هتلاقي إن كلها بتحمل معنى واحد فقط، هو إن القائد بيبقى بالفعل مش بالكلام، إنه يكون قدوة، إنه يعمل الحاجة بنفسه، إنه يبدأ بنفسه. شيكابالا النهاردة بيقدم واحدة من أفضل النماذج الكروية في مصر، كابتن وقيادة وحضور فني وذهني ونفسي وبدني كمان، رمز تاريخي معاصر. احنا سعداء اللي احنا عاصرنا الموهبة والشخصية والتالنت ده. وشيكابالا مش مجرد موهبة ومش مجرد لاعب من تراث فريد، هو افضل لاعب، بعتبره افضل خامة كروية جت في تاريخ الكرة المصرية، ولا نقاش في ذلك يعني. ولكن شيكابالا من اسبوعين قدم نموذج للفرقة كلها واحرج الجميع لما راح مضى 2 واصر ان ما يتحطش مبلغ، ومضى على بياض وقال الزمالك يقدرني. احنا يا شيكابالا ما نقدرش نقدرك بفلوس ولا كنوز الدنيا، واحنا عارفين ان انت لاعب مش مادي، وحب جمهور الزمالك ليك وعشق مدرج الزمالك ليك انت عارف ان هو برضو ده ما يتقدرش بمال وبكنوز الدنيا. الحالة اللي ما بيننا والتفاعل اللي ما بيننا ومساحة الحب اللي ما بيننا تتكتب في روايات وفي حكايات على مستوى العالم وفي التاريخ. شيكابالا كنموذج، ككابتن، كرمز لنادي الزمالك، اللي بيقدمه في الملعب الشغل البدني، في القيادة، ان كل ما زميله يعمل كورة ويبذل مجهود يقف يسقف له، انه لامم الناس، انه بيفرح للناس. لعيب طالع تغيير يقف على الخط يسقف له ويضحك له. لعيب بيبذل مجهود، لعيب شاط كورة ما جاتش جول يقول له معلش حاول تاني. الحالة اللي انت عاملها في الملعب والقيادة اللي انت عاملها بره الملعب وجوه الملعب، انت اكنك انت مدرج الزمالك جوه الملعب، انت الجمهور،
انت كتلة الحماس. انا بحس ان شيكابالا وهو في الملعب ان صوت الجمهور شغال، عامل حالة تشجيع لزمايله، وبادي بنفسه كقدوة وكمثال يحتذى بيه، انه لما يعمل الشغل البدني والدفاعي ده مفيش لعيب هيقف يكسل انه يرجع دفاعي او يعمل او يكسل يعمل شغله. شيكابالا الكلام ما يدكش حقك ولا في حاجة تديك حقك. كفاية مساحة الحب اللي ما بيننا وما بينك، وكفاية الكيمستري، وكفاية الرزق اللي انت مرزق بجمهور الزمالك، واللي احنا ربنا بعت لنا شيكابالا كأجمل هدية وكأجمل رزق حصل في تاريخ الكرة المصرية، ان يكون ايكون زملكاوي. شيء واجب اللي احنا نذكره هي القيادة الإدارية، اللي هو عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك الحالي، وهي دي ثقافة جمهور الزمالك. نحن نفضل هذه الشخصية زي زمورة وزي كمال درويش، القرار في صمت وفي هدوء وفي الغرف المغلقة. احنا لا بنحب التشنجات ولا بنحب الانفعالات ولا بنحب اي حاجة اتفرضت علينا قبل كده، ومش عايزين رئيس نادي يبقى ترند، او مش عايزين رئيس نادي يقدم لنا مادة كلامية. احنا عايزين مناخ الفرقة تكون موجودة فيه والنادي يكون موجود فيه عشان نلعب كورة، لان الكورة هي فريق الكورة اللي بيلعبها، وهو المدير الفني المنوط بقراراته وبإدارته للأمور. بس الموضوع بسيط جدا. جمهور الزمالك فرحان مبسوط سعيد، ده حقه. كل المعاني الحلوة دي احنا عايشينها، لأن الفرقة أو شخصية مدرسة الفن والهندسة، شخصية نادي الزمالك، هي إنك تقدم أداء كويس، إنك تقدم، لأن الكرة أصلها أداء، والكرة أصلها إنك تستمتع بيها. دي أول حاجة. تاني حاجة إنك تفوز. تالت حاجة مكسب البطولة، إنك تلعب كويس وترضي غرور جمهورك، إنك تفوز بالماتش، إنك تكسب البطولة في الآخر. إحنا لن نتنازل عن المعادلة دي. اهم ما يميز باتشيكو الفترة دي انه مستغل حالة الاستقرار الاداري اللي حاصلة والمناخ الاداري اللي في الفرقة، وقادر ينسجم وقادر يعمل حاجة اسمها مرونة تكتيكية روعة، وعامل فلكسبيليتي عالي حسب عناصر اللعب، وقادر يوظف التكتيك حسب متطلبات كل ماتش وحسب طموحه وحسب التارجت بتاع الفرقة وحسب العناصر اللي معاه. يعني انت معاك اوباما، فلما تلعب 4-2-3-1 بتدي حرية مساحة لأوباما إنه يروح شمال أو يمين، عكس لما بتلعب 4-1-4-1 أوباما بيبقى متكلف بالناحية اليمين أو بيبقى مكلف بالناحية الشمال. لكن هو مستغل قدرات أوباما ومستغل قدرات إمام عاشور إنه كده كده بينطلق ويكمل. فدايما هتلاقي باتشيكو النسق بتاعه في مرونة ما بين 4-2-3-1 وما بين 4-1-4-1 وما بين انه بيلعب 4-4-2 بهذا الشكل 4-4-2. اتكلمنا في العنصر الهجومي اللي اسمه احمد فتوح وانطلاقاته، فعمل له جملة روعة جدا النهاردة، انه كان بيخلي زيزو وشيكابالا يجمعوا لعب لجوه لغاية ما احمد فتوح يطلع في المنطقة اللي مش متشافة، واول ما الزمالك بينزل الكورة للونش، الونش بيعمل الطولية القطرية، فتلاقي احمد فتوح انفراد. شيكابالا لما بيخش لجوه بيتيح ان محمد حازم يزيد من وراه ويبدا ينقل له الكوره، يا اما شيكابالا بيعمل العكسيه يا اما بيخلي محمد حازم يرفع. في الكوره النهارده غلب عليها النرجسيه شويه، ما رضيش يعملها اوفر لعمر السعيد وحرمه من هدف. نزول بن شرقي كانت لحظه رزق لينا من عند ربنا، لان مش عمر السعيد مقصر ولا حاجه ولا لعيب حظه وحش واتصاب، ولكن لان التركيبه دي احنا كنا متشوقين جدا اللي احنا نشوفها. التركيبه اللي هي ما اجتمعتش مع بعض خالص، ان شيكابالا واوباما وزيزو وبن شرقي، القوه الضربه بتاعتك بمسانده امام عاشور بمسانده احمد فتوح 1 2 3 4 5 6 ومحمد حازم بيزيد 7 عناصر هجوميه. حدث ولا حرج. مش محتاجين بقى زياده من طارق حامد، محتاجين ان طارق حامد يتمركز دايما في النقطه دي، لان عبد الغني بيفرد هنا والونش بيفرد شمال، فبتتيح للملعب بتاعك كله
انه يقدم شخصيته الهجوميه المعروفه لما انت ترتكز هنا وتامن دايما المرتدات بتاعه الخصم، ان انت ترتكز في قلب الملعب ومعاك عبد الغني ومعاك الونش واللعيبه بتاعتك كلها بتشوف شغلها الهجومي. شيكابالا واوباما وزيزو قادرين ان هم يعملوا ترابط ما بين الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه. شيكابالا بيقدم نموذج وروعه في الاستخلاص وفي الدفاع وفي المسانده، ودايما ما كانش مقصر ناحيه واجباته اللي ناحيه اليمين، ودايما كان شايل المسؤوليه انه عارف ان محمد حازم عنده مشكله دفاعيه، فدايما واقف قافل قدامه الحته دي، دايما مش مرتكن ان في لعيب نص ملعب هيجي يسانده، لا هو بنفسه كان دايما شغال في القصه دي بشكل ابهر الجميع. ان شيكابالا بالقيمه وبالمهاره وبالفنيات دي كلها دايما طول الماتش عمال يضغط هنا وعمال يستخلص الكوره وعمال يملى المساحه دي كلها. وطارق حامد كان لازم، بس هو كان يعتبر النهارده اقل العناصر مستوى في انه ما قفلش الحته دي كويس، لان احنا لازم نستفاد من امام عاشور لان هو مساندته الهجوميه فوق الروعه. زيزو لعيب تكتيكي مرن على اعلى مستوى، وفي علامه استفهام كبيره قوي عن الناس اللي عايزه تفرض عليه حاله نفسيه معينه وعمالين ينتقدوه. وعجبني جدا ان زمايله النهارده كلهم بيساندوه وكانوا عايزينه يجيب جول باي طريقه. يمكن اوباما النهارده كان رايح انفراد، فضل انه يلعب الكره لزيزو. حتى زيزو نفسه لما لقى الكره مش ماشيه معاه ودخل لجوه، امام عاشور طلع من وراه راح عاملها له بكعبه وخلاه يجيب الجون الثالث. لان دايما في عرف الكوره لما تلاقي الكره مش ماشيه معاك ما تعاندش معاها، خلي زميلك يجيب اهداف. الزمالك شكله الهجومي وانطلاقاته والناحيه البدنيه الملحوظه اللي بدانا نلاحظها كل ماتش عن التاني بتقول ان الجهاز الفني بتاع الزمالك ماشي في الطريق الصح. مفيش شك اوباما عايش حاله مزاجيه الفتره دي روعه، يعني الراجل معاه الرزق، يعني واللي معاه الرزق مين يقدر عليه. فزي ما الناس كلها بدات تلحظ تحركات اوباما وشغل اوباما بالكوره من غير الكوره، النهارده اوباما وكل ماتش بيقدم جديد. النهارده بيقدم ازاي تعمل جامب وازاي تعمل هيدرز. اللعيب بيتطور بشكل سريع، اللعيب بيقدم يعني زي ما بيقولوا كده رد اعتبار ليه هو شخصيا. والكل المتفلحسين اللي كانوا بيطلعوا ينتقدوا اوباما سواء على السوشيال ميديا او سواء في البرامج، وبيقدم استفسار واستجواب واضح وصريح لجهاز المنتخب المصري. انتوا على اي اساس بتختاروا لعيبة المنتخب؟ على اي اساس؟ مفيش شك امام عاشور لاعب متوهج ناري، واحد نجوم الزمالك الفترة دي تحديدا، ويمكن النهاردة بالهدفين بيعيش حالة نشوة. واللعيب الفينش بتاعه عالي على الجون، تصويباته عالية قوي، وبيفكرني بعفت نصار كان بيشوط من اي حتة وتسمع صوت الكورة وهي طالعة من رجله. جاب هدفين كلل مجهوده. اللعيب ينقصه شوية الرتوش. افضل لاعب في مصر السنة الجاية او السنة اللي بعدها، وممكن يكون من افضل المواهب في الكرة المصرية. ودي كعادة الزمالك انه بيقدم دايما المواهب دي على طبق من فضة وبيكتشف اللعيبة. ولكن امام عاشور بيفرض على باتشيكو ان انت لازم تعمل تركيبة في نص الملعب توزن الامور شوية. انا شايف ان لازم الزمالك يبقى عنده لعيب هولدنج عاقل واقف متمركز. يعني لازم طارق حامد ما يزيدش خالص، احنا مش محتاجين كده الزيادة. يعني جاست اللي انت عندك شيكابالا وعندك زيزو وعندك بن شرقي وعندك اوباما، هيكون عندك مهاجم ومعاهم امام عاشور، فانت معاك 6 أو 5 لعيبة مكملين كل لعيب بفرقة. فانت مش شايف ان في يعني ضرورة، ولسه احمد فتوح هيزيد ولسه محمد حازم اللي هم الطرفين هيزيدوا لان هم ليهم ادوار هجومية، او الاقي مساحة قدام ال 18 الخصم يعمل عليها تصويبات. لازم نوصل للشخصية المكتملة بتاعتنا عشان الزمالك فريق بطولة مش فريق بنفرح لما الزمالك يكسب ماتش وبنبقى سعداء وممكن تنام اكنك واكل خروف والاداء بيميز كل حاجة لكن احنا دايما طموحنا عالي جدا، طموحنا اللي احنا ناخد كل البطولات اللي بنشارك فيها. فبشوف ان امام عاشور بالمستوى الهايل ده بالطفرة الهجومية اللي عنده، هو اللعيب عنده مآخذ دفاعية او مآخذ في التمركز او في استخلاص الكورة، بيبقى اجريسيف قوي وبيعمل فاولات. ولكن شايف ان هو بدأ يتعالج في القصة دي. النهاردة عمل 3 أو 4 استخلاصات روعة
بيخش على الكرة من مكان صح. واضح ان في ناس زي ما قلنا بتصلح العيوب اللي بنتكلم فيها كل ماتش، ولكن لازم هنا بقى طارق حامد يعمل البالانس اللي دايما باتشيكو يقوم يعملها قدام الكاميرا، يقول لك لعيب بيروح، لعيب يستنى، لعيب يستنى، لعيب يروح، الاتنين ما يروحوش. باتشيكو كل ماتش هتلاقيه واقف يقول او يعبر عنها كده، وهو بيبقى بيتكلم نص الملعب ان الهاف ديفندر امام عاشور زاد، لازم طارق حامد يفضل ثابت في مكانه متمركز عشان المرتده، لان احنا بنلعب لعبه جماعيه. بشوف ان التغييرات كان اغلبها كويس جدا باستثناء تغيير عبد الله جمعه اللي اللعيب واضح انه بعيد جدا، ولكن تغيير حسام فيصل واسلام جابر مريح. ان المدرب يسيب شيكابالا في الملعب وهو في المستوى ده، شابوه على التعامل النفسي الروعه اللي قدمه شيكابالا للفرقه. فبدوره باتشيكو قدمه لشيكابالا انه يسيبه يلعب 90 دقيقه عشان يرجع ثقه واحد من افضل المواهب في تاريخ الكره المصريه، ثقته البدنيه وثقته في لياقته، انه يفضل يلعب 90 دقيقه بنفس الايقاع والريتم والقوه والتلاحمات والاستخلاص والرجوع. شابو. الزمالك ما عندوش حاجه اسمها مجموعه صعبه. مجموعه الزمالك في افريقيا كلها عامله حساب الزمالك، افريقيا كلها تعمل حساب للزمالك. الزمالك هو اكتر اسم في افريقيا بيرعب اي حد. الزمالك دايما بيعتمد على نفسه. الزمالك مش ضعيف ومش محتاج حد يظبط له مجموعه ضعيفه. الزمالك اكبر اسم في افريقيا، اكبر اسم انتشار وشعبيه، اكبر اسم بيرعب الخصوم. وممكن بقى الناس تبدأ تلجأ لكورونا، لفار، لكل الحاجات، لتأجيلات، لأي حاجة بتحصل عشان هيبة الزمالك. ان احنا بنطلب من إدارة الزمالك ان لازم نواجه الفساد اللي بيحصل داخل الاتحاد الأفريقي، الأمر اللي بيقع دايما على نادي الزمالك بالضرر، وكان واضح جدا في البطولة اللي فاتت، ولازم الأمر ما يمرش مرور الكرام، واللي واضح انه هيتكرر البطولة دي، لان واضح ان في نفس النهج. يعني لازم ادارة الزمالك تطلع تعمل ملف قوي بكل اللي حصل للبطولة السنة اللي فاتت، ونعتمد عليه ان نطرح تساؤلات هتحصل في البطولة دي، لان واضح ان نفس النهج لسه مستمر داخل الكاف، او الكاف عاوز يدي البطولة مش عارف لمين لسه. ولكن من حقنا نعرف ماتش النهائي هيبقى امتى، من حقنا نعرف هل هيحصل توجيه في القرعة زي السنة اللي فاتت ولا لأ، من حقنا نعرف ملعب النهائي هيكون فين. حاجات كتير قوي بديهية. من حقنا ان إدارة الزمالك زي ما هي عاملة استقرار داخلي للفرقة وللجهاز الفني، انها تعمل استقرار للجمهور. تاني مطالبنا واضحة وصريحة: عودة اسم حلمي زمورة لمدرج نادي الزمالك، عودة مدرج نادي الزمالك نفسه، عودة هيبة اسم شخصية الزمالك داخل أروقة الكاف. لو عجبك الفيديو هتعمل سبسكرايب للقناة. برنامج اوت اوف ذا بوكس سيزون رقم 1، احمد ماهر بريمو، الله تعلمون. حماد امام خدها من عمر النور، مشي من بلوكت وقبل ما تروح عاوز لعبها وظهر حماد امام للجول بتاع السندن، ضحك عليه، خدها من فوقيه عشان يحط الجول الاولاني. فن عظيم قوي حماد امام.